مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو بخروجه جديده جميله جدا في الفيوم. هنروح بقى فين في الفيوم وهنعمل ايه في الفيوم والخروجه دي هتكلفنا كام؟ عايز اقول لكم ان الفيوم من اجمد الاماكن اللي ممكن تروح تغير فيها دلوقتي في الجو ده، عشان هي اصلا الفيوم مشتى مش مصيف. فاحنا هنروح نشتي في الفيوم وهنقضي خروجات حلوه جميله جدا باسعار حلوه جدا جدا جدا. لو انت مهتم تابعني لنهايه الفيديو، ولو انت برضو مهتم بالخروجات والفسح فانت ما تنساش ان قناتنا دي بتعمل خروجات وفسح كتير قوي في القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه، مرسى مطروح، راس البر، كل الخروجات وكل المحافظات اللي انتم ممكن تتخيلوها. هتلاقوا برضو اماكن بعينيها زي افضل خروجات الزمالك، افضل خروجات مصر الجديده، مدينه نصر، كل الحاجات دي اماكن خروجات كتير قوي. فانت لو مهتم بالخروجات ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل جرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت مهتم بفيديو الفيوم دوت يبقى تابعنا لنهايه الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه احب اتكلم عليها عن المكان دوت، فهو مكان مبهج وجميل جدا. فهو في قلب الصحراء وفي قلب الطبيعه الخلابه، هو جنب بين جبلين كده او تلين كده كبار قوي، فانت تستمتع بمنظر الجبال الجميل قوي اللي هناك. هي محميه طبيعيه جميله جدا جنب وادي الريان، مكان جميل قوي. وفي حاجات هناك كمان فور فري كده، زي التزحلق على الرمال دوت، حاجه ببلاش كده ان انت تزحلق على الرمال وهتتبسط بيها جدا زي ما احنا شايفين كده. وفي حاجه كمان ان انت تتسلق الجبال، ده برده حاجه ببلاش هناك ان انت ممكن تعملها وامان جدا في كل حاجه انك تتسلق الجبال. في حاجات تاني بقى اوبشن تاني، الحاجات دي بفلوس اضافيه، زي مثلا السفاري اللي هو بالفور باي فور، العربيات اللي هي الدفع الرباعي، او مثلا برضه سفاري بالبيتش باجي، ان انت تاخد البيتش باجي وتطلع في وسط المحميه كده وفي وسط الصحراء وتتفرج كده على منظر الجبال ومنظر السماء ومنظر الصحراء الجميل ديت. المحميات الطبيعيه دي حاجات شكلها حلو قوي وتعتبر خروجه هتغير فيها جو بقى الخيم زي ما احنا شايفين كده في الصور. جو الخيم هناك وجو الصحراء، مفيش مباني، مفيش بيوت، مفيش عماير، مفيش اي حاجه كده تشغلك او تفصلك، مفيش دوشه ولا ضوضاء ولا اي حاجه. هو السكون وهدوء وراحه بال وتتفرج على اماكن حلوه كتير. جو بقى كامبات كده بقى، خيم، والخيم هناك مجهزه وفيها كل حاجه. تقدر تقضي هناك دي يوز، ان انت تقضي يوم كده من الصبح، من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 5 اخر النهار. وتقدر تاخد برضو هناك مبيت، ان انت تاخد خيمه، في خيم خاص، خيم صغيره، في 3 انظمه كده للخيم هناك. يعني مثلا بيبقى في خيمه بيبقى فيها سريرين وتويلت خاص. طبعا موضوع التويلت ده ما تشغلوش بالكم بيه حتى لو رايح دي يوز، فالتويلت هناك نضيف جدا. القعده اللي هي الافرنج العاديه، في احواض وميه وكل حاجه نظيفه جدا، فعشان الناس بتقلق من الحته دي قوي، لا، فالميه هناك حلوه والتويلتس نضيف والاكل نضيف والخيم نضيفه وكل حاجه. ففي خيم بسريرين وتويلتس خاص، في خيم بتبقى بسريرين بس من غير تويلت خاص، طبعا بتبقى بسعر مختلف اقل شويه. في خيم بتبقى اقل سعر برضو، بتبقى مش سريرين، بتبقى عباره عن مرتبتين سفاري بيتحطوا على الارض انك تنام عليهم. طبعا برضو مفيش حمام خاص غير الحمام العام، بس برضو نضيف وجميل جدا. فده 3 انواع من الخيم. في ان انت تقضي دي يوز، الليله اسعارها حلوه جدا. لو انت مهتم ابعت لي في كومنت واقول لك سعر الليله اللي انت عايزه. الاقامه هناك بتبقى فطار وعشاء. الفطار بتاعهم جميل جدا، عباره عن فطير متشلتت كده حلو قوي من فيومي اصيل، فطير مشلتت ومعاه عسل ابيض ومعاه عسل اسود، جبنه، فول وبيض. طبعا فطار متين جميل جدا. بعد ما تفطر الفطار الحلو دوت، عندنا برضو العشاء بتاعهم بيبقى حلو قوي، عباره عن رز وخضار ودور ربع فرخه، وطبعا كوبايه شاي طبعا حلوه قوي عشان تحبس بيها بعد الاكل. الاكل بتاعهم جميل جدا. في سهرات بالليل لو انت هتبيت بقى تستمتع بمنظر النجوم ومنظر السماء الجميل جدا. المكان خروجه حلوه هتغيروا فيها جو. استلام الخيم لو انت في المبيت وكده بيبقى من الساعه زي الفنادق كده من 12 ل 2 الظهر، وتسلمها تاني يوم الساعه 12 او 2 الظهر. ده الاستلام. الاقامه فطار وعشاء، طبعا بيوضبوا لك كل حاجه. المكان جميل جدا، فهتروح تغير تجربه جديده، تجربه جميله في وسط الصحراء في وسط الجبال، هتستمتعوا بيها جدا. هتاخدوا صور جميله جدا زي ما احنا شايفين كده، الصور جميله قوي. هتاكلوا اكل حلو وتغيروا جو وتصفوا ذهنكم. وطبعا ما تنسوش جنبكم محميه وادي الريان، تقدروا تروحوا برضه تزوروها وتشوفوا كل معالم الفيوم. لو عايزين فيديو عن معالم الفيوم كلها سيبوا لي كومنت واعمل لكم خروجات وحاجات معالم كتيره قوي في الفيوم جميله جدا. فالمكان دوت من الخروجات الحلوه قوي. اوعى المكان ده يفوتكم. هسيب لكم العنوان ورقم التليفون تحت في صندوق الوصف،
ولو عايز تروح لازم تتصل تحجز قبل ما تروح، اوعى تروح من غير ما تحجز. ولو عايزين اي استفسارات عن الاسعار او عن اي حاجه سيبوا لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم على طول. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وشكرا، سلام.